قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول واصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام. مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، يا رب تكونوا كلياتكم بخير. خلونا نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي وبدعوة حلوة لأهلنا بسوريا وأهلنا بغزة وبكل الدول العربية المستضعفة. كيفكن انتو؟ طمنوني عنكن، شو أخباركن؟ شو عاملين؟ شربتوا قهوتكن؟ الشاي تبعكن؟ إلا لسه ما شربتوا؟ إذا لسه ما شربتوا أو إذا شربتوا حابين ترجعوا تشربوا معي فاعملوا هيك فنجان القهوة وتعالوا نقعد نحضر الفيديو على رواق. هيك الفيديو اليوم إن شاء الله كله هيك حماس وكله نشاط، بما إنه هيك فيه شوية شغل بالبيت، فبتمنى إن الفيديو يعجبكم. بدي رحب بكل الصبايا الجدد اللي انضموا جديد للقناة، أهلا وسهلا، نورتوا قناتي. بتمنى إن القناة تعجبكم، وكمان بدي أتشكر الصبايا على كل تعليقاتكم، على كل تعليقاتهم الحلوة. الله يسعدكم يا رب ويجبر بخاطركم أحلى صبايا. وهلا هون عملت فنجان القهوة، بدي أقعد أشرب بدي أقعد أشرب القهوة معكم ودردش معكم شوي عن الفيديو. فبتعرفوا انا وقت اللي بقعد بشرب القهوه، صحيح قاعده هلا عم اشرب القهوه لحالي، بس انا فعليا وقت اللي بكون عم اشرب القهوه ما بحس حالي قاعده لحالي، بحس حالي انه انا مو عم صور، فبحس حالي انه انا قاعده معكم. ما بعرف، بتخيل الصبايا اللي حافظاني اسمائهم واللي بيكتبوا لي تعليقات بشكل دائم، بحس حالي انه هلا انا مثلا عم اشرب القهوه فالصبايا عم يكتبوا لي تعليق عن القهوه. او مثلا وقت اللي بكون عم اطبخ او عم اشتغل شي شغله بالمطبخ او عم اشتغل شغله بالبيت، هيك بيجي ببالي، يعني انا وعم صور ببالي الصبايا اللي عم يعني اللي دائما بيكتبوا لي تعليقات. فيا رب يا رب الله يوفق كل صبية والله يجبر بخاطركم كلياتكم. فمثل ما قلت لكم، فيديو اليوم هو فيديو ست بيت ببيتها. عادي عندي هيك شغلات بالبيت كنت عم اشتغلها، فاني صورتها معكم. كمان طبخت اليوم كتير سهلة وكتير طيبة. فهون كان هذا سطل الزبالة الأخضر العفو منكم. نحن عنا 3 سطولة، عنا واحد برتقاني بنكب فيه البلاستيك، وهذا الأخضر بنكب فيه بقايا الأكل. كل شي بيطلع من الأكل، كل شي بيطلع من الحديقة، حشيش، عشب، كذا، كل شي بيطلع من الحديقة منكبه فيه. فهذا بيكبوه أو بتفضيه، بتجي الشركة بتفضيه مرتين بالشهر. فأنا كل سطل وقت اللي بتفضى بس من جبته دخلته لجوا بغسله وبحط له كيس جديد وبنرجع منكب فيه، وهكذا. يعني هذا كل أسبوعين. هو الأخضر الوحيد اللي هو بما أنه فيه مخلفات الأكل فهذا مرتين بالشهر، أما البقية كلهم مرة واحدة بالشهر. يعني مثلا عنا البرتقاني اللي بنكب فيه البلاستيك مرة واحدة بالشهر. فنحن عنا قصة عزل الزبالة الله يعزكم، وهيك عنا إياها قصة. هلأ أنا أول ما جيت على هولندا صراحة شوي استصعبت الموضوع، كونه نحن متعودين بلادنا شفتوا ما في عزل، نكب كل شي مع بعض. بس بعدين هون صراحة تعودت، يعني بالعكس حسيت إن الوضع والأمر كتير كتير سهل، يعني ما فيه أبدا أي صعوبة. خلص إنه كل شي بمكانه، فحسيت إني خلص عادي تعودنا. في عنا مثلا إنه الورق والكرتون مثل بتشوفوا هيك مثل شغلة لونها زرقاء. هاي البلدية ما هي عطتنا إياها، هاي مثل رفيقتي هي عطتني إياها مثل سلة يعني. بكفي أنا الكرتون، وكل ما تجمع في عندي كرتون يعني بشيله بكبه بالمكب. كان من زمان كل شهر يجوا ياخدوا الكرتون كمان، بس بعدين بطلوا. بس الكرتون الوحيد اللي صرنا نحن نروح نكبه. والبلور كمان منروح على مكب البلور منكبه، بس يعني إنه مكبات البلور ما هي بعيدة، يعني بكل حي حيطين مكان لكب البلور. فوالله يا صبايا هون بعد ما نظفته حطيت له بسائل الجلي، نظفته وحطيت له كلور كمان وخل، نشفته وحطيت له هذا الكيس اللي تبع هذا الكيس هو عضوي، يعني هو مخصص للسطل الأخضر. فبعد ما خلصت كنت يعني جاء على بالي اني نظف الحديقة مثل ما شفتوا، كان فيها مثل حشيش وهيك. بعدين الجو صراحة ما حسيت الجو
يعني ما حلو. بحب أنا إذا أشتغل بالحديقة تكون طالعة الشمس والجو حلو، هيك بحس بنشاط أكتر. فما نظفت الحشيش، تركته، قلت لحالي خلص بعدين بنظف الحشيش وبكنس الجنينة بس لتكون طالعة الشمس وبشطفها. بس السطل يعني مضطرة إني نظفه لأني خلص يعني بدنا نكب فيه. يعني مثلا العفو منكم كل شيء موجود بالمطبخ بدي شيله يعني، بس إنه الكيس الموجود بالمطبخ بدي أحطه فيه، فكنت مضطرة إني نظفه حتى لو الجو ما حلو. هذا أمر يعني ما فيه خيار. فوالله هون كمان جيت نشرت وجبة الغسيل وسويت التخوتة كمان. أول شي بديت بسطل الزبالة، بعدين طلعت بقى لفوق على غرف النوم. عملت التخوتة، كنست الموكيت، ما كله كنسته، في شي حطيت شغلت الروبوت. هلأ أنا كنست هون فوق على إيدي، والروبوت شغلته تحت بغرف النوم، يعني بغرفتي وغرفة ألما وغرفة بنتي. وهون قلت لحالي مشان ما استنى، يعني مشان نخلص هيك مع بعض، خلصنا أنا والروبوت مع بعض لبين ما أنا كنست هون بقسم الغسيل يعني، وبغرفة ابني كمان. بعدين وقت اللي نزلت لتحت شغلت الروبوت تحت، حطيت له المساحة لأني أنا الروبوت عندي بنحط له مساحة، فحطيت له المساحة وشغلته تحت وطلعت من البيت. هون جيت عند الدكتور، على الدكتور الطبيب العام يعني، على طبيب العائلة، منشان شفته كنت مقربة. فجيت، بس أنا ما جيت ببداية القريب يعني. بتذكروا قلت لكم إني صرت دوخ وهيك، وقت اللي صرت دوخ جيت، إلا وقت اللي كان بس على طاق التهاب البلعوم وقريب عادي وهيك ما جيت دكتور، لأني بعرف إني رح يقلي بس خدي سيتامول واشربي مي، هذا العلاج اللي عندهم. بس وقت اللي صرت دوخ قلت لحالي لا يقوم يكون التهاب اذن وسطى، فقلت لا خليني اروح عند الدكتور اني اطمن. فوالله المهم جيت، اخذت موعد وجيت، فحصتني الدكتوره، الحمد لله رب العالمين ما كان في شيء ابدا، لا التهاب اذن وسطى، وحتى القريب يعني كان تقريبا رايح، الحمد لله قالت لي انه ما في شيء. بس بوقتها وقت اللي رحت عند الدكتور كان صوتي يعني لسه رايح، فانه قلت لها اذا في شيء انه استعمله مشان صوتي يرجع او كذا او هيك، قالت لي بس كلي عسل واشربي مي وبس هيك يعني. فيعني صراحة انه الروحة كانت عادي مثل قلتها، بس انه الواحد اطمن يعني انه، لاني نحن وقت بنروح عند الدكتور يعني انا ما بدفع، وقت بدخل عند الدكتور ما بدفع، لاني التأمين هو بدفع لي، انا مو عاملة تأمين صحي. نحن هون عنا بهولندا التأمين الصحي اجباري. ما بعرف إذا بباقي الدول الأوروبية، هلا مثلا بالسويد أنا بعرف إنه التأمين الصحي مو إجباري، بس نحن هون بهولندا التأمين الصحي إجباري. أي شخص موجود بهولندا لازم يكون عنده تأمين صحي، منشان إنه إذا صار شيء بروح على الطبيب، التأمين الصحي هو بدفع له. بس طبعا التأمين الصحي ما بدفع كل شيء يعني، في شيء باسس بنسميه، يعني في شيء أساسي هذا التأمين الصحي بدفعه، في شغلات تأمين صحي مثلا مثل تجميل، مثل هيك شغلات، مثلا مثل فيتامينات، مثلا إذا هلا أنا مثلا من فترة طلع معي نقص فيتامين د، كتب لي الدكتور فيتامين، أنا دفعته على حسابي، ما التأمين ما بدفع لا شغلات التجميل ولا شغلات الفيتامينات. وفي شيء مثلا نحن في عنا حسب نوع التأمين يعني، نحن أنا بالنسبة لي تأميني في مبلغ معين أول شيء أنا لازم أدفعه بالسنة، وبعدين من فوقه التأمين بصير هو بدفع لنا. هذا بالنسبة للشغلات اللي بتطلب مصاري كتير، يعني مثلا مثل نفترض العمليات وإلى آخره. هون كنت بدي أعملهم مجدرة البرغل، صار لي زمان ما عملتها، فكنت مشتية عليها، قلت لحالي يلا بعملها اليوم. بشكل عام أنا بعمل مجدرة الرز أكتر من البرغل، بس كمان يعني كمان مجدرة البرغل طيبة، ما بعرف يعني كل وحدة لها طعمة، كل وحدة شي. فهون أنا عملت كاسة ونص برغل، ما بكتر صراحة، أنا بحب المجدرة ناكلها بنفس النهار، يعني بحطها هيك لنهار واحد، بعملها لنهار واحد. فعملت كاسة ونص عدس وغسلته وحطيته لينسلق تقريبا بثلاث ارباع السوى تبع العدس، أو قبل ما يستوي بتكة بنزل فوق البرغل بس بكون غسلته. حطيت أنا كاستين وربع برغل. هون البصلة قليتها أنا بزيت الزيتون وشلتها، لأني هلأ إذا تركت البصلة بحسها بتغب الزيت كلياته، فأنا هذا الزيت بدي نزله لسه هلأ بس من استوى البرغل والعدس بدي نزله فوقهم يعني، فبرجع بسخنه وبرجع بنزله يعني مثل كوية، بنزله فوق البرغل والعدس. بس حطيت البرغل بعد ما استوى تقريبا العدس، نزلت البرغل وحطيت الملح. هلا انا المي تقديريا يعني، بس يعني تقديريا بحط لكل كاسة برغل كاستين مي،
بس يعني إنه كان فيها هي شوية مي فحطيت أنا أقل. حطيت ملح وبحط لها تقريبا معلقة أو معلقتين زيت الزيتون بس لبين ما يستوي، وبعدين بنزل فوقه الكوية، وعملت جنبها سلطة، عملت خيار بلبن مخلل هيك. يعني إنه بحس الشغلات اللي يعني المجدرة بتصير طيبة بهاي الشغلات هيك. يعني السلطة والمخلل، لسه السلطة والمخلل أنا بحسهم جنب المجدرة البرغل أطيب من الخيار بلبن. بس الخيار بلبن بعمله أكتر شي مشان المولارة، بحبه جنب خيار بلبن. فمشان هيك والله يا صبايا انتوا اكتبوا لي شو طابخين، شو عاملين اكل. والله عن جد هالاكل شي بحير، يعني واحد عم يحتار شو بده يعمل اكل. فاحيانا واحد بدور على الاكلات السهله، احيانا واحد بدور على الاكلات هيك بتحسوها بارده، يعني ما بتعطي حراره، خصوصي اذا كان شوب والجو. يعني شفتوا قولي الحمد لله نحن الجو عنا يعني ما في شوب ابدا، الجو حلو معتدل، حتى ما في شمس، يعني الشمس كتير قليله. هالسنة هيك سبحان الله، يعني هالسنة والسنة الماضية ما صيفت هيك مزبوط. فالله يرحمنا برحمته أحسن شيء. بس حابة هيك بارك للصبايا اللي ولادهم بكالوريا، وبدي بارك لك طلاب البكالوريا اللي نجحوا إن شاء الله، ألف مبروك إن شاء الله يا رب. بتشوفوا ولادكم بأعلى المراتب، وإذا كان في طلاب بكالوريا عم يسمعوني، طالبات بكالوريا، إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله هيك بتدرسوا بالفرع اللي أنتم بدكم إياه. وإن شاء الله هيك عقبال عند باقي الطلاب كلياتهم ينجحوا بعلامات عالية. عن جد يعني ما في أحلى من فرحة النجاح. يا رب يا رب لا تضيع تعب حدا يا رب. صدقوني النجاح بعد هيك، يعني خصوصي بالبكالوريا أو بالشهادات، وقت الواحد هيك بكون عم يستنى النجاح، بحس بفرحة غير شكل. نحن هديك السنة بنتي كانت يعني آخر سنة بالمدرسة المتوسطة، اللي هي يعني تعتبر تقريبا مثل البكالوريا، يعني بتخلص منها إنه وبتدخل بقى الجامعة أو الفرع اللي بدها تدرسه. فنحن عنا وقت الطالب بده ينجح، المدرسة هي بتتصل بطالب بطالب، فبيكونوا محددين يوم. الدولة أو المدرسة بتكون، يعني هو بيكون هذا كل هولندا الطلاب بيعرفوا نتيجته، مثل بسوريا شلون، يعني إنه مثلا في نهار معين بتطلع فيه نتائج البكالوريا أو نتائج تاسع، ونحن عنا نفس الشيء في نهار معين تطلع فيه النتائج. بس الفرق إنه نحن المدرسة هي اللي بتتصل بالطالب وبتخبره نتيجته إذا كان نجحان أو لا. فهديك السنة كان إنه مثلا بهالنهار المعين هذا مثلا كان بدها تطلع نتيجة بنتي. المهم يا صبايا قاعدين كنا يعني بنعرف كانت مثلا الساعة 11 بدها تتصل فينا المدرسة، محددين وقت يعني. بتتصل الكوتش أو المسؤولة عن بنتي. يعني كنا على أعصابنا بنهارة، كنا على أعصابنا لوقت اللي صار الساعة 11 واتصلوا فينا وقالوا لنا نتيجتها. عن جد كنا على أعصابنا. هون أنا المجدرة بعد ما حطيت لها الكوية اللي هي الزيت، هلا أحيانا بحط زيت زيتون وزيت نباتي، وأحيانا بس زيت زيتون، بس ما بحط لها سمنة لمجدرة البرغل أبدا، بس بحط لها زيت. المهم بعد ما حطيت لها الزيت غطيتها وتركتها تقريبا شغلة ربع ساعة، بعدين سكبتها. وهون هلا حطيت لها البصلة. أنا كتير بحب البصلة مع المجدرة. انتوا اكتبوا لي بتحبوا البصلة مع المجدرة. هلا أنا عائلتي ما كتير بحبوا البصلة، خصوصي الأولاد عندي ما في ولا ولد من الأولاد بياكلوا بصلة مع المجدرة، بشيلوا البصلة على الزيت وبياكلوا المجدرة بدون بصلة. فبقول لهم هاتوا أنا باكل البصل، يعني أنا كتير بحب البصلة معه. بحس إنه المجدرة يعني طيبتها بالبصلة، بس أولادي ما بعرف ما بحبوها. فالحمد لله رب العالمين على عطاء رضا. هون كان يعني العشاء صار جاهز، تعشينا. وهون هي تاني يوم كنت بدي أدهن هي الطاولة. هاي الطاولة بتتذكروا لما كانوا بابا وماما هون خلدون دهنة، كانت مثل ما بتتذكروا كان لون الخشب تبعها هيك عاطي على صفار شوي. دهناها أول وش، وقلت لكم إني كان لسه بدها وش تاني لحتى تصير إني بنفس لون الكرسي تمام. فهون ما بعرف كنت فاضية وما كان عندي شيء، قلت لحالي يلا بتسلى فيها وبرجع بدهنها دور تاني. فدهنت الطاولة. وبتذكر بوقت او بزمانته وقت اللي نزلت الفيديو، في صبية سألتني عن هذا الزيت. هو هذا زيت له لون. صبية سألتني قالت لي اني صور لها العلبة، وصورتها ونزلتها ببوست. هي موجودة بالاكشن، موجودة بقسم الحدائق، بتلاقيه بقسم الحدائق. سعر العلبة تقريبا 6 وشوي هيك، بتذكر سعرها على ما أظن مرسوم عليها كرسي.
أنا نزلت بكل أحوال، إذا ما شفتي البوست ارجعي على البوستات أو على المنتدى بتلاقيه موجود ببوست صورة العلبة. فهون دهنت الطاولة، كمان دهنت السور تبع الحديقة كمان. قلت لحالي يلا بدهنه وش. هو هذا لأني مو بس بيعطي لون، كمان بيحمي الخشب، عرفتوا؟ بيعطي لون وبيحمي الخشب. فقلت لحالي يلا بعمل له كمان دور. حسيت هيك لونه كان بهتان شوي. اي والله يا صبايا شو بدنا نعمل، عم اتسلى بهالبيت. فدهنت السور، دهنته من هذا الطرف ودهنته كمان من برا. فبس هو هذا ليش هذا لونه خفيف، لاني انا بتذكر بوقتها وقت دهنته اخر شيء هذا السور دهناه انا وابني، يعني نصه انا دهنته ونصه ابني. فبوقتها وخلصت علبة الزيت وكان يعني بوقتها كان بده دور تاني بس ما دهنته. قلت لحالي خلص يلا السنة اللي بعدها يعني اذا ضلينا طيبين بدهنه. فوالله هلا رجعت دهنته دور تاني. انتوا اكتبوا لي بتحبوا هيك شغلات؟ لا انا بصراحه بحب شغلات الدهين، الشغلات اللي ما فيها عذاب ما فيها جهد عضلي بحب اشتغلها. يعني هلا ممكن تقولوا انه هي شغله رجال وهيك، لا بالعكس بحب اشتغل هيك شغلات. بحب اعمل شغله وتطلع حلوه معي وهيك بنبسط فيها. بس الشغلات اللي بدها جهد عضلي وتعب وكذا وهيك مثلا هلا احيانا بضطر اعملها. جوزي بقول له مثلا ساوي هي الشغله ما برد علي او بطول او كذا، بضطر اني اعملها. بس ما بحب اعمل الشغلات اللي بدها جهد عضلي وبدها تعب. بحب اعمل هيك شغلات مثلا مثل هي هيك تسلاية صراحه. يعني دهنتهم وما حسيت، ما تعبت وما حسيت ابدا، يعني فورا خلصت وفرحت بالنتيجه. فبس مشان هيك. فلهون صبايا بيكون الفيديو خلص. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم صبايا ولساتكم معي لهون، واذا كنتوا جديد عم بتتابعوني ما تنسوا انكم تشتركوا بقناتي، وبتمنى منكم تحطوا لي لايك، تكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، ما تنسوا تشاركوا الفيديو، وانتظروني فيديو جديد. باي باي.